فيه وجع ما يتنسيش، وجع بيكسر القلب ويفضل محفور جواك طول العمر. النهاردة هشارككم حكايتي مع أخويا اللي راح وهو في عز شبابه، في عز حلمه، وغدروا بيه. أخويا كان لسه 27 سنة، عريس، نفسه يعيش ويتجوز ويكمل حياته، بس القدر كان أقرب. راح فجأة من غير وداع، من غير ما يحقق اللي كان بيحلم بيه. أنا مش بقول الكلام ده عشان أوجع قلوبكم، لكن عشان أقول إن الحياة ساعات قاسية بشكل ما حدش يتخيله. الغدر وجع، بس فقدان الأخ غدر العمر كله. من يومها وأنا عارفة إن الضحكة ممكن تبقى موجودة على وشي، بس الوجع ساكن جوه قلبي. شاركوني قصصكم، خلينا نواسي بعض ونقوي بعض، وربنا يرحم كل اللي سابونا بدري. يمكن أخويا مش موجود دلوقتي، لكن صورته، ضحكته، كلامه، كل ده عايش جوايا. عارفين أصعب إيه؟ إنك تفتكر إنك كنت لسه هتفرح معاه وتلاقي الفرح اتسرق منك فجأة. الوجع ده بيخليني أفتكر كل يوم إن الدنيا دي ما تستاهلش. الناس بتمشي، الذكريات بتفضل، وإحنا ما بنملكش غير إننا نترحم عليهم وندعي لهم. أنا عايزة أقول لكل حد بيسمعني دلوقتي، ما تستناش تفقد حد عشان تحس بقيمته. ما تستناش الموت يخطف شخص عزيز عليك عشان تفتكر إنك كنت محتاج تحتويه أو تسمع له أو حتى تحضنه. الحياة قصيرة، أقصر مما نتخيل، واللي راح مش هيرجع، لكن اللي لسه موجود الحقه دلوقتي. سامحه، حبه، احضنه، قوله إنك محتاجه وإن وجوده بيفرق معاك، لأنه بكرة ممكن تلاقي نفسك بتتكلم عنه زي دلوقتي ومش قادر تصدق إنه اسمه اتحط في خانة كان. أنا أخويا عريس كان لسه هيبدأ حياته، لكن مشي وسابني هنا. كل يوم بدعيله وبقول يا رب اجمعني بيه في مكان أحسن، مكان مفيهش غدر، مفيهش وجع، مكان كله رحمة ونور. وأنا متأكدة إن كل واحد بيسمعني دلوقتي عنده حد غالي فرقه. افتكر دايما إنهم مش محتاجين مننا غير الدعاء والصدقة وكلمة حلوة نفتكرهم بيها. اوعى تسيب الذكرى تموت. افتكر حبايبك اللي مشيوا وخلي حبك ليهم نور في طريقهم.